أوفى صديق ليك في الحياة هقولك عليه دلوقتي، اللي لازم تخونه عشان مصلحتك. شوفوا، لأول مرة هتلاقي حد بيقولك لازم تخون صاحبك، وصاحبك الجدع الوافي اللي ما بيسيبكش. اوعى تستسلم لمرض الاكتئاب. لو الاكتئاب تمكن منك هيبقى صديقك الوفي اللي مش هيسيبك خالص. وهتحس بتأنيب الضمير لو خنته، يعني لما تيجي تاكل أكلة حلوة تستمتع بيها، يصعب عليك بقى ليك نفس تاكل وانت مكتئب وانت متنكد. هيصعب عليك تضحك على نكتة حلوة، هتبقى مش عايز تهتم ولا تتبسط بالحاجات اللي انت متعود عليها، هتنعزل عن الناس، هتنكد على نفسك. الاكتئاب صديق وفي جدا، لو استسلمت ليه هيصعب عليك تخونه وتستمتع بحياتك. الاكتئاب عشان تبقى فاهم عمره ما هيحل اي مشكلة، هينكد عليك وهيزود مشاكلك. الاكتئاب هو سبب اساسي للوفاة في سن صغير. الاكتئاب هو سبب اساسي للامراض العضوية، وامها امراض القلب والشرايين واختلال وظائف الجسم. لو عقلك صدق الاكتئاب والنكد اللي انت فيه، جسمك كله هيصدق عقلك. الاكتئاب ضد الدين، ربنا عايزك تبقى مبسوط وسعيد. ربنا هو اللي عايزك تبقى مبسوط وسعيد. اوعى تستسلم للاكتئاب وتخليه صاحبك الوفي، ويصعب عليك تخونه وتستمتع بحياتك. لان الاكتئاب مش هيحل المشكلة، الاكتئاب هيخليك تموت وانت عايش. لازم تخون صاحبك الوفي وهو الاكتئاب. صباح السعادة.